قول لي فين تلاقي اجواء زي دي في مدينة تانية في المانيا غير برلين؟ محدش لا طايق لا مهاجرين ولا مسلمين وكل البرامج الانتخابية ضد المهاجرين. اول يوم رمضان 2025، كل سنة وانتم طيبين. ينعاد دايما عليكم يا رب انتوا واهلكم وحبايبكم بالخير. الحقيقة النهاردة انا لسه كنت صاحي من شوية، فيومي شبه مقلوب، فحاسس ان انا عندي طاقة كده ان انا ادلع نفسي النهاردة. وبما ان احنا يعني دايما كده رمضان اغلبنا حماس البدايات، سحور وبتاع في الاول وبتاع، بعد كده بننام عشان الشغل. فبما ان انا عندي طاقة حماس البدايات، فقررت ان انا اخدكم معايا النهاردة في فيديو من حماس رمضاني جميل. وبما ان برضو يعني اخي واختي المغتربين دايما بيبقى عندنا مشكلة قوي في فكرة رمضان بقى، وانت لوحدك ومش لوحدك، فحاول النهاردة اللي هو اديك احساس ان انت مش لوحدك. انت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده وانت بتتسحر، فانت تعتبر ان انا بتسحر معاك. فبادئ الفيديو من المطبخ نعمل سحورنا. وبصراحة يعني انا جاية معايا قوي من امبارح ان انا اول يوم اعمل سحور مصري اصيل. فانا النهاردة جايب كل حاجة تقريبا معايا. ثانية واحدة بس عشان احنا هنقع دلوقتي. لا ما وقعناش، انتوا لسه عايشين لسه عايشين لسه عايشين. فالنهارده معايا فول مصري. استنى اوريك فول مصري بالخلطة المصرية، ومقطع سجق عشان اعمل فول بالسجق، ونعمل كام حاجه كده جنبها. اول يوم انا بعد كده ما بنتسحرش، احنا هو اول يوم بعد كده بميه وبننام عشان عندنا شغل. فيلا بينا نعمل سحورنا سحور مصري اصيل. وكمحلاوي اصيل احنا لا نعترف بالفول الحب، ماشي. وانا كشخصيا اللي عايز يعاركني يعاركني، الفول لازم يبقى مضروب ضربا مبرحا عشان تعرف تستطعم بيه. فمفروض نضرب الفول دلوقتي. والله مش عايز اقلبه فيديو اكل، بس الفول كده عشان تحس بطعمه يبقى دايب. آه، والسجق بقى والدهن اللي نازل من السجق كده، وشوية ليمون من فوق، شوية كمون، شوية زيت حار، تحس كده بالفول كده، شوية طحينة. ده اما بقى الحب والكلام ده لا اعترف بيه. فتعالوا نضربه ضربا مبرحا قبل ما ننزله على السجق. بص يطلع كده، هو كده ده احلى قوام. ده كده فول تعرف تاكله وتستطعم بيه. فشلت المحاولة. حاولت اتسحر بره بس الإضاءة مش أحسن حاجة، فرجعنا المطبخ نتسحر. قاعد نلم الحاجات تاني، نرجع المطبخ. كنت عايز اتفرج على حاجة وانا بتسحر، بس ليس كل ما يتمناه المرء يجده. نسيت اقول لكم ان انا عملت كوباية شاي مصرية، شاي العروسة. ده جايبه من الغالي، ده من الغالي. شاي العروسة سافر وانت ما سافرتش، ب6 يورو ونص. 6 يورو ونص العلبة دي، العلبة الكبيرة دي 6 يورو ونص. بس عاملين باكجينج وبتاع، بص عاملين ظرف وبتاع مش عارف ايه. ما علينا عشان الوقت بيروح مننا، وعايزين نلحق الجامع. نسمي الله نخش في طبق الفول. والله العظيم انا عامل طبق فول حكاية، وكنت اتمنى ان انا ادوقكم عشان تعرفوا ان انا بعمل فول مطاعم يعني. والله بص، بص انت مش غريب. بص يا عم، بص المعلقة الفول، والله العظيم فول مطاعم. وحتة السجق كده، بسم الله بسم الله. انا عارف، انا عارف. انا بص يعني ايه غرور. انا بعمل طبق فول حلو، والله العظيم بعمل طبق فول حلو بجد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اوقات بقى ايه الواحد بيهف على طبق الفول ده. انا بقالي كتير ما عملتش طبق فول رايق كده. والله يعني نفسي كان اخويا المغترب اللي هو بيتسحر لوحده دلوقتي يبقى بيتسحر معايا. هخلص بقى سحور، اقعد اقرا شويه قران كده، ابدا لان لسه ما بداتش. وننزل الجامع نلحقوا في جامع جنبنا هنا، انتوا هتلاقيكوا عارفينه اصلا، شفتوه كذا مره. فخلص بس كده سحور كده في الرايق،
وننزل بعد كده نروح الجامع. نزلت من البيت خلاص. طبعا النفس الأمارة بالسوء كانت هتروح عليا نومة، لأن خلاص يعني هو مفيش شياطين، هي دي النفس الأمارة بالسوء كانت هتروح عليا نومة. المهم يعني نزلت، فضل على الصلاة بتاع 10 دقايق. طبعا لازم أجري يا إما ألاقي سكوتر، وده الإنقاذ إن شاء الله نلاقي سكوتر. كفاية رغي، طبعا أنا ماشي ألق من كتر ما أنا شارب مية 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 مية. فطبعا الواحد ماشي يلق يعني كمل عادة، يعني الواحد كبر ومهما كبر برضه بيعمل نفس الحاجة. قال يعني أنا بشرب مية كتير، مع إن الواحد دارس، هي أنت بتشرب مية كتير بتخرج مية أكتر، فمفيش الواحد ما بيتعلمش. تعالوا بسرعة بس نروح الجامع عشان الصلاة ما تفوتناش. الحمد لله ربنا كرم، لحقت الإقامة، وكنت قبلها كمان بحوالي 5 دقايق. صليت الفجر. أطلع أنام بقى، لأن أنتوا عارفين أول يوم ربنا يعين، يعيني ويعينكم، عشان أنا عارف أول كام يوم دول بيبقوا صعبين. نطلع ننام بقى عشان إن شاء الله يومنا بكرة طويل. فتصبحوا على الف خير. صباح الخير. الواحد مش عارف حقيقي بيصحى ازاي، يعني خدت وقت كتير قوي عم اصحى. فكرة ان احنا مدمنين. ابنك مدمن يا حاجة. من غير قهوة الصبح دي الواحد مش عارف هيصحى ازاي، بس عادي يعني كما العادة بنتعود كلها كام يوم. اول كام يوم كده الدنيا بتبقى صعبة، بس هنتعود بعد كده ان شاء الله. المهم النهارده عندنا حاجات كتير وعندي شغل والنهارده المفروض هنتقابل على الفطار. يعني عادة بنحاول نعملها كل سنة، اللي هو أول كام يوم كده نظبط يوم منهم، وفعلا بنظبط وناكل سوا. اللي عنده بقى طيارة يحاول يأجل على اليوم ده، بحيث ان هو نبقى بنفطر مع بعض. اللي رايح عنده حاجة بتاع متقابل مع الناس، مش متقابل مع ناس. نحاول في يوم من الأيام اللي في الأول خالص كده إن احنا نظبط مع بعض. فالنهاردة المفروض هنفطر سوا. المهم في كام حاجة ناقصانا هننزل نجيبها من السوبر ماركت. أنا اشتريت أغلب الحاجات امبارح، بس في كام حاجة ناقصة. المهم إن احنا رمضان السنة دي ده أول تقريبا رمضان يبقى فيه نجني ثمار العيشة في أوروبا. أول رمضان نفطر فيه زي مصر والسعودية تقريبا نفس الوقت. إن إحنا بنفطر دلوقتي 6 ل 10، 6 2 ال8 دقايق. فده يعني إحنا مثلا آخر يوم رمضان هنفطر فيه الساعة 6:41 أو 42 دقيقة. فده حدث تاريخي لو تعلمون عظيم. انا مثلا حضرت هنا كنا بنفطر 11 الا ربع، دي انا شفتها بنفطر 11 الا ربع. يعني أنا فعلا بجد والله شفت اليوم ده. فدي اول مرة بقى في رمضان نشعر ان هو احنا شبه مصر والسعودية كده بنفطر على التوقيت بتاعهم. المهم كفايه انا رغي ننزل نروح السوبر ماركت عشان نلحق وقتنا، لان انا هحاول ان انا ما اتاخرش، لان كل مره بتاخر. نحاول ما نتاخرش وننزل نشتري الحاجه. السوبر ماركت على اول الشارع، فيلا بينا. جزء من حبي لبرلين هي ناس برلين. بيبدأ بقى بتظهر جدعنة المصريين في بدايات الشهر يعني. قبل ما انزل كده شفت بوست على جروب من الجروبات بتاعت السفر هنا. ناس بقى بتقول احنا عيلة، يعني كذا حد يعني في كومنتات وبتاع، كل واحد بقى بيكتب هو عايش لوحده، فممكن ينزل يفطر مع حد. احنا عيلة ممكن نستقبل حد، احنا عيلة نقدر نعمل افطار بس مش هينفع نستقبل حد. ممكن تيجوا ايام كذا، ممكن تيجي. فالناس بتحاول توصل احساس لبعض كده، اللي هو ايه، انت في رمضان مش لوحدك، انت ممكن تيجي لو انت ما بتعرفش تطبخ، احنا بنعمل اكل ممكن تيجي تاخد. وده من سنين مش النهارده بس يعني.
من ساعه ما انا جيت برلين وانا بشوف الناس كتير بتعمل الحوار ده، ودي حاجه انا بشوفها حلوه قوي، ان انت تحس بغيرك وعادي. انا تعالى يا عم نفطر سوا. في ناس والله كاتبه كومنتات انا بفطر لوحدي، تعالى افطر بقى، اللي عايز يجي يفطر معايا ينور، اهلا وسهلا. دي حاجه قويه قوي، دي حاجه انت مش هتفهمها او مش هتحسها الا لما تجربها، الا لما تكون فيها، الا لما حد تشوفه بيعملها قدامك، فتحس فعلا ان الحاجه دي هنا مش اسهل حاجه ممكن حد يعملها. لقيت الشمس طلعت، وطبعا ده حدث تاريخي ان في مارس تطلع شمس كده. هي لمبة تلاجة يعني، والجو ساقع عادي خالص، بس انا قلت استغل كده قاعد على رصيف قبل ما اخش السوبر ماركت. الجميل بقى ان انا هنخش دلوقتي هتلاقي كل حاجه وعكسها. يعني المانيا فيها تناقض جميل قوي. تسمع كده الاحزاب والشمس راحت، تسمع كده الاحزاب والسياسه وتقعد تتفرج، تلاقي محدش لا طايق لا مهاجرين ولا مسلمين وكل البرامج الانتخابيه ضد المهاجرين. تخش بقى السوبر ماركت هنا كده تلاقي عندهم زينة رمضان، عندهم انواع تمور مختلفة، عندهم قياميش، عندهم زينة، عندهم كل حاجة. فتبقى مش فاهم بقى، يعني انتوا عايزيننا ولا مش عايزيننا، حابيننا ولا مش حابيننا. ما هو انت لو مش بتحبني بتجيب لي حاجة اللي لها علاقة بشهر مهم عندي ليه؟ وكما قال صديق هي الرأسمالية تفوز يا عزيزي. أنه هو عارف ان عدد المسلمين كبيرة، فهتلاقي بقى يعني احنا ما عدناش بقى بتجيب بقى زينه من مصر ولا اي حاجه، ولا تمر، ولا هات لي معاك تمر وانت جاي، ولا هات لي مش عارف بلح معاك وانت، ما فيش الكلام ده. وكل حاجه موجوده هنا، حتى السوبر ماركتات. انا طبعا بتكلم عن السوبر ماركتات الالمانيه. العربيه طبعا كده كده بتجيب بقى لها فتره، بس الالمانيه بقى لهم كده سنتين اي حاجه لها علاقه برمضان هتلاقي موجوده. عندهم كل حاجه، بيع يا صاحبي واكسب. فما تبقاش فاهم بقى التناقض، يعني انت حاببني ولا مش حاببني، انت عايزني ولا مش عايزني، ولا دي سياسه وبتلعب معايا. فهنا في المانيا كل حاجه وعكسها. هو مش عايز مهاجرين، بس بيسمح باستيراد الحاجات اللي ليها علاقه بالمسلمين والعرب اللي موجودين هنا. هو طبعا ما فيش حاجه اسمها مش عايز مهاجرين، عشان بس ايه، دايما الناس بتسالني السؤال ده. اللي بتسمعه في السياسه ده ما هو الا لعبه، هم بيلعبوا عشان الناخب اللي رايح يحط صوته في الصندوق. هو دي لعبه كبيره. ألمانيا معتمدة باعتماد كبير جدا على المهاجرين، فإلى أن تقوم الساعة هتفضل ألمانيا تستقبل مهاجرين، إلى أن تقوم الساعة هتفضل ألمانيا عايزة ناس. فما تسمعش اللي تسمعه ما تصدقوش، لأن ده مش صح. هيفضلوا عايزين ناس، فسيبك اللي انت بتسمعه ده حاجة، وعلى أرض الواقع حاجة تانية خالص. تعالوا بقى نخش نجيب حاجتنا. وكفاية بقى ايه قاعدة كده، لأن انا عارف ان الوقت بيسرقني. فبلاش بلاش نخلي الوقت يسرقنا، ونخش نجيب الحاجه اللي احنا عايزينها بسرعه. اشتريت خلاص الحاجه اللي انا عايزها. تعالوا بقى نطلع بسرعه نجهز الحاجه، لان الوقت سرقنا كما العاده. وانا حاول زي ما قلت ان احنا ما نتاخرش زي كل مره، عشان عيب علينا والله كل مره اتاخر. فتعالوا بسرعه نطلع نجهز الحاجه اللي المفروض هناخدها معانا. طلعت خلاص، المفروض ابدا دلوقتي اجهز الحاجه. انا بقى يعني ايه، عشان انا صايع برضو، انا من امبارح شاري الحاجه متبله، يعني مش محتاج اعمل اي حاجه. هي هنعمل شيش طاووق متبل. المفروض بقى يبقى انت عندك صحه ووقت ان انت تقعد تحط في السيخ بقى والعصيان، ومفيش الكلام ده. اعملهم في طاسه. هعمل كمان وينجز بعملها حلو بصراحه. برضو جايبها المره دي متبله. في العادي بحب اتبل انا بنفسي بصراحه، بس فيش الكلام ده، معناش وقت. وللامانه اتقال لي ما تعملش اي حاجه. بس انا عايز اعمل حاجه. حاسس ان انا عندي طاقه طبخيه كده ان احنا نطبخ النهارده. مع اني والله بحب الطبخ جدا، بس بقالي فتره حاسس ان انا شغف الطبخ مش موجود عندي. بعمل اي حاجه، بتلصق اي حاجه. فيلا بقى بسرعه، لان احنا معناش وقت خالص. من مميزات الغربه التي لا يخبرك بها احد هي ان احنا بنعرف نطبخ بسرعه. يعني انت
اديني نصايه ابقى مخلص لك الاكلتين دول. فالغربه بتعلمك ان انت عندك دقايق تطبخ فيهم، ودقايق تاكل. فانت بقى تلكع في المطبخ زي ما انت عايز، ضيعت وقتك ضيعت شغلك. فتلاقي الناس، اغلب الناس اللي متغربه، لو هو عايش بقاله فتره مع نفسه هتلاقيه بيطبخ حلو وتلاقيه بيطبخ بسرعه. يعني اللي هو ايه، اديله وقت عادي كده نصايه يطلع عامل لك وجبه حلوه. انا مش هعمل حاجه بصراحه، هو كل حاجه جاهزه، بس اقطع بس شويه بصل مكعبات لزوم الشيش تاووك، وشويه فلفل مكعبات برضو لزوم الشيش تاووك برضو. فخلاص هو صباح الفل، احنا نصايه نبقى مخلصين كل حاجه. عزيزي المغترب، الموضوع مش صعب خالص. رشه زيت زيتون، رشه حلوه كده عشان احنا هنعمل كميه، رشه ولا ما يهمكش. اول ما الدنيا تسخن معاك كده وتلاقي الطاسه سخنه، تنزل لك بالشيش تاووك. انت كده خلصت وجبه. ادي وجبه. شفت الطبخ سهل ازاي؟ انت اللي مصعبها على نفسك. سخنت الطاسه، حطيت، حاسس ان انا قلبت الفيديو طبخ، ما اعرفش ليه والله. والله ما كان قصدي طبخ خالص، بس يعني قلب معايا على طبخ مش عارف ليه. بس يعني عادي ماشي، كل سنه وانتم طيبين. الاكل سريع لو انت مش شغلت الدنيا. هات لك حاجه متبله، شويه زيت زيتون، انت اتغديت الحمد لله، معاك وجبه. وعيش بقى على كل حاجه كده. ما بتعرفش تتبل، هات حاجات متبله ما توجعش دماغك. بس ادي وجبه خلصت اهي. المهم قبل ما اقعد كده اشتغل، في حاجه جت في دماغي كده وقررت ان انا اقولها. فكره ان انت مغترب وعايش لوحدك، على قد ما هي فكره قد تبدو قاسيه، بس ليها ايجابيات كتير. ليه بقول الكلام ده؟ لان فكره ان انت، انا عارف ان الوقت ده صعب على اغلب المغتربين، بس ما تعيش في دور الضحيه. يعني ما تعيش انت الدنيا جايه عليا، ده انا بفطر لوحدي، ده انا بتسحر لوحدي، ده انا عيلتي متجمعه، ده انا مش موجود. الفكره دي لو فضلت تزرعها في دماغك، هيبقى بالنسبه لك رمضان صعب شويه، صعب كتير انك انت تفضل متذكر ان انا عايش لوحدي، انا بفطر لوحدي. دايما بص للايجابيات، لان محدش بياخد حياه كامله، مفيش حياه كامله اصلا. فانت سواء انت بقى مغترب، سواء انت عايش مع اهلك، هتبقى في جزء من حياتك عند حد تاني احسن منك. فدايما حط قدامك الايجابيات اللي انت معاك دلوقتي كمغترب، اللي الناس كتير نفسها تبقى معاها، وربنا رزقك ان الحاجه دي تبقى معاك انت. فما تخليش جانب واحد من الحياة يبقى تخليك ناقم على الحياة، تخليك مش مبسوط في واحد من أهم وأسعد الشهور اللي المفروض بتعدي علينا كمسلمين. وأنا واحد من الناس، أنا بحب رمضان جدا، أنا بحب أجواء رمضان. حتى لو أنا زي ما انتم شايفين، حتى لو أنا ما عرفتش أنزل مصر، أنا يعني قعدت 7 رمضانات ما انزلش مصر. ماشي، طبعا ده كان قرار غلط جدا. اي حد تجيله فرصة ان هو يحضر رمضان في مصر وما يعملش ده، فهو مغفل. انا بتكلم عن نفسي، انك تجيلك فرصة تنزل مصر وما تنزلش، وتتخيل ان هو خلاص عدي يركز في شغلي بتاع مش عارف ايه. لو جات لك الفرصة انزل مصر، لان مصر اجواء رمضان مختلفة تماما. من اسعد ايام حياتي اللي انا قضيتها في رمضان اللي فات، حقيقي بجد من اسعد ايام. ممكن اقول ان انا من جوه مبسوط. الناس كانت رهيبة معايا، الناس حاولت على قد ما تقدر ان هي تخليني سعيد. كان لما حد من اصحابي يقول ده اول مرة يحضر رمضان في مصر من كام سنة، الناس كانت بتتعمد تبقى ألطف معايا عشان كأنها بتعوضني، كأنها بتطبطب عليا. ده حقيقي والله، ده حصل معايا. فانا بتكلم معاك كواحد برضو عاش الاجواء دي، وعاش صعوبة ان انا ابقى بتسحر وافطر لوحدي. وانا واحد من الناس ما بحبش اكل لوحدي بشكل عام. حتى لو الغدا العادي بنزل افطر في مكان او اكل في مكان، او اكل مع واحد صاحبي، عشان ما بحبش اكل لوحدي. بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول ان انا مش مبسوط في حياتي. فخلي دايما الجانب الايجابي موجود قدامك. على قد ما رمضان صعب وانت لوحدك، على قد ما هو باذن الله يعدي على خير باذن الله. الشعائر اللي فيه تهديك روحانيا شويه. حاول تتجمع مع حد من صحابك، حاول
تروح جامع تفطر فيه، دي حاجة عادية جدا انك انت تعملها، يعني مش بتقل منك في حاجة. انزل يا عم روح افطر في مطعم يوم، اتجمع مع ناس. بس ما تسيبش لنفسك لدماغك ان انت انا مغترب، فانا بفطر لوحدي، فانا حياتي صعبة، فانا مش مبسوط في رمضان. ما ينفعش الشهر ده ما تبقاش مبسوط فيه. ما ينفعش الشهر ده تطلع منه وانت احسن روحانيا. دي حاجة لازم انت تبقى مدركها، ان هو الشهر ده شهر خير علينا كلنا، سواء انت مغترب سواء انت عايش مع اهلك. لازم تطلع من الشهر ده احسن روحانيا، لازم تطلع من الشهر ده مبسوط ان انت ربنا عادوا عليك بخير. سواء بقى انت بعيد عن اهلك او مع اهلك، انك انت في الشهر ده، وان احنا في رمضان في 2025 ده نعمة من ربنا. كم واحد السنة اللي فاتت فقد حياته وما قدرش ان هو يبقى موجود في رمضان، فده جزء من نعمة ربنا عليك ان انت بتحضر اصلا رمضان. فما تخليش نفسك الأمارة بالسوء ان هي تقنعك وتديك احساس ان انت لوحدك هنا، فحياتك صعبة وحياتك ورمضان مش حلو وانا ما بحبش رمضان. ما تعملش كده، لان ده مش صح، ده مش صح خالص. فحبيت كده بس ايه اديكم نظرة صغيرة عن فكرة واحد كمغترب مفروض تفكر ازاي وانت في رمضان. الاكل خلص خلاص، طلع شكله ما شاء الله الله اكبر تحفة. طبعا هيبقى لا يقارن بالاكل اللي معمول هناك، بس طلعت طاقة الطبخ اللي عندي. المفروض الم بقى الحاجة بسرعة واعبيها، لان انا المفروض دلوقتي ابقى في الشارع. الساعة دلوقتي 4:30 و5، وانا محتاج 45 دقيقة، والفطار 6 ل10، والحاجة لسه في حاجة هتتعمل هناك لسه. فانا مش مفروض ابقى في الشارع، انا مفروض ابقى في اول اتوبيس وبغير الاتوبيس التاني. تسالني ازاي؟ اقول لك معرفش. فاحنا مستعجلين، احنا نلم الحاجه بسرعه كده، بسرعه وننزل عشان نلحق نوصل كده، نحاول نوصل نصايه قبل الفطار كده. طبعا لما بتنزل متأخر بتحس ان الطريق نفسه متواطئ ضدك وبيحاول يأخرك اكتر. وصلت على الفطار بالظبط وبدأت الملحمة، وليمة مصرية تحس انك ركبت اقرب طيارة ونزلت في قلب مصر. بس الحقيقة احنا لسه في برلين. الفطار كان بالظبط زي ما يتمناه اي شاب مصري مغترب زي حالاتي، ولا اخفيكم سرا انا اديتها جامد. محاشي موجود، جلاش حاضر، اي حاجة ممكن تتخيلها كانت قدامي، وانا ما قصرتش الصراحة. وده لان الاكل كان رهيب فعلا، ده غير الحلو واللي بصراحة مش من عشاقه، بس برضو حليت. حتى كوباية الشاي بعد الفطار كانت في انتظارنا. تحس ان مفيش حاجة ناقصاك، اجواء مصرية رمضانية على اصولها تخليك تحس انك فعلا في بيتك وسط اهلك. معرفش والله العظيم اللي حصل، الفطار كان عالمي وانا دبيتها جامد بصراحة. اول ما خلصت فطار، عارف اللي هو ياما ننا ياما ياما، اول ما شفت الكنبة نمت ولسه صاحي. فنزلت بقى عشان ايه الحق اي حاجه في صلاه التراويح. مش هلحق كلها طبعا، لان بقى لها كتير. فاروح الحق اي حاجه كده في صلاه التراويح، عشان الواحد راحت عليه نومه. فيلا بينا ايه على الجامع بسرعه، نلحق اي ركعتين 3 4 5 كده من اللي موجودين، ان شاء الله نلحق شويه حلوين. فيلا بينا على الجامع. وصلت قدام الجامع خلاص، هو لسه مسلم دلوقتي، فمن الواضح ان هو لسه هيبدأ ركعتين كمان، لان في ناس لسه داخله كتير. ده واحد من احب الجوامع لقلبي رغم ان انا مش باجي كتير، وهتعرفوا ليه لما نخش جوه. من صوت الشيخ مميز جدا، وهسيب لكم انتوا في الكومنتات تقولوا لي هو شبه صوت مين. سبحان الله العربيات كتير جدا، ربنا يديمها نعمه. عدد الناس من الواضح ان هو في الجامع كبير. فتعالوا نخش نلحق كده نصلي ونشوف الاجواء جوه عامله ايه. فيلا بينا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والله يا جدعان انا ما كنت متخيل العدد كده. انا اول ما دخلت الناس اللي بره اللي هي بتأمن يعني عارفيني، فبيقولوا لي مقفل مفيش مكان. الجامع لحد الحدود بره بتاعه، الباب من بره الناس بتصلي في الشارع. صوت الشيخ، يعني الشيخ لسه معدي من جنبي بيسلم عليا وايه رايك وبتاع، قلت له يا راجل ايه رايي ايه بس. صوت ما شاء الله، الله اكبر، الخشوع، منظر الناس. انا والله اول ركعتين صليتهم بره من كتر الزحمه، ما كنتش متخيل العدد كده. فهي دي برلين، هي دي برلين وهي دي اجواء برلين. الجامع فضة، بدات الاطفال تخش تلعب وتحس كده ان في اجواء مصر كده والناس كلها فرحانه. ففين تلاقي اجواء زي دي في اي مدينه تانية غير برلين؟ فهي دي برلين، هي دي برلين وهي دي اجواء برلين. وده السبب اللي مخلي الواحد حابب برلين وناسها واجواءها. وفعلا فعلا والله العظيم الواحد مفتقد اهله ومفتقد لمة صحابه، بس برلين بتعوض الواحد عن جزء كبير من احساسه برمضان. فبرلين مختلفة عن اي مدينة تانية وعن اي مكان تاني انت ممكن تفكر ان انت تقضي فيه رمضان في المانيا. فبرلين وكفى، برلين زي ما بيقولوا برلين وكفى، مفيش زي اجواء برلين في اي مدينة تانية في المانيا. وبس كده، دي نهاية الفيديو بتاع النهاردة. في حاجة كده فكرت فيها امبارح بعد صلاة التراويح. ليه بعمل فيديو زي ده؟ يعني ليه دايما بتعمد كل رمضان ان انا اعمل فيديو زي ده؟ فقعدت افكر في الاسباب اللي انا بسببها عملت فيديو زي ده. حاجتين دايما بشوفهم حاجة مهمة جدا لفكرة الناس اللي عايشة في اوروبا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكرة ان انت تظهر ان احنا عندنا شعائر، ورمضان بالنسبة لنا حاجة مهمة، وان احنا بنتجمع، وان احنا بنفطر سوا، وان احنا بنصلي التراويح، وتظهر مدى فرحتك ان الشهر الكريم ان احنا دخلنا عليه. تاني حاجة فكرة ان هو لو واحد مغترب والموضوع صعب بالنسبة له، ما عندوش اجازات، بيحب مثلا اجازاته تبقى في الصيف، فبالنسبة له رمضان مضطر اسفا عشان الاجازات ما ينزلش مثلا بلده، يشعر ان هو عنده القدرة ان هو يعمل اجواء رمضان هنا ويعيش فكرة ان انت يبقى حواليك ونس وحواليك صحبة وتروح الجامع، فيشوف فيديو زي ده يحس ان هو عايز يتشجع ان هو يروح. يعني انا جربت اوقات كتير جدا ايام ان انا ابقى بفطر لوحدي وما حوالي عادي بتحصل، مش حواليا صحاب ولا الدنيا مش احسن حاجة او الدنيا مش ماشية معانا ان احنا نتجمع. فالموضوع كان صعب ورخم جدا ان انا اعيش بس حتى لو يوم واحد في رمضان لوحدي. فاللي هو حاولت بالفيديو ده ان انا ادي احساس ان انت تقدر تعمل لمة حواليك وتقدر تحس باجواء رمضان حتى لو مش زي رمضان في بلدك، بس نوعا ما تقدر تعمل اجواء رمضان هنا. ده كان بس القصد من الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم دايما رمضان بالخير على اهلكم وحبايبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اكتر. فسلام.